بلدي أكثر بنية أحكي أنا عراقية وما حد يقدر يكذب ولا حد يقدر يكذب. التيك توكر أسو ترد على الهجوم عليها بسبب تصريحاتها عندما تم سؤالها من قبل بائع كوري: أنت من وين؟ وقالت من دبي. شفتوا البنية ايش قالت؟ والفيديو كله بدها تحكي عراقي، الفيديو كله كامل على اليوتيوب بدها تحكي عراقي، بس هي ناكرة على قولة العالم تعليقات، هي قاعد تنكر انه هي عراقية بس قاعد تحكي عراقي. ما اسمح لاي واحد يشككني بوطنيتي، ما راح اخلي اي شخص يتعدى حدوده ويحكي وياي بهذا الاسلوب والهجوم اللي صار لي مو طبيعي. وانا اكثر انسانه، اكثر شخص معتز بلهجته، معتز ببلدي، اكثر بنيه احكي انا عراقيه وما حد يقدر يكذب ولا حد يقدر يكذب ولا احد يقدر ينكر، لان هذا الشيء انا دائما انزله بالسوشيال ميديا ودائما اقول انا بنت العراق. يجيني شخص، يجيني هجوم بلا مبرر والتعليقات واحنا نعرف منو ينكر اصلا، وانت تعرفين انت سويتي وغلط وسب وشتم وقذف على موضوع صار بي مس اندرستاندينج لدرجه انا اللقطه ثاني يوم من تنزيل الفيديو انا اللقطه شيلتها احتراما لمتابعيني، ولو 1% انا اقصد استفزاز المتابع مستحيل انزل هاي اللقطه، مستحيل، لان انا انسانه لا احب الاستفزاز ولا انا انسانه مستفزه صراحه. اللي صار كله كم تعليق خلى الموضوع يهيج، لان العالم مشت مثل القطيع على الموضوع، وانتي واحنا وانتم تحكين بدوي الفيديو كله انا تحكي عراقي، وبنص الفيديو غلط بدل ما اقول كورين قلت العراقيين، قد ما اني فعلا على طرف لساني وطني ودائما اقول وطني وحبيبي ومكاني الغالي العراق. مو يجيني واحد نكره يقول لي انت تنكرين اصلك. انا ما راح اسمح لاي واحد هيك يقول، وانا تفاجئت من اللي صار. يعني انا صار لي كذا يوم مختفيه، انا مصدومه، فوقها انا اصلا مريضه، يعني فوق مرضي التعليقات والهجوم السلبي اللي اجاني لدرجه ما كنت اعرف انا شنو لازم اسوي. والله العظيم at some point قلت يعني الفيديو اشيله، شنو اسوي؟ شككني، منو انت تشككني بوطنيتي؟ منو انت؟ انا ما راح اسمح لاي واحد يحكي وياي بهذه الطريقه. كان الهجوم بلا مبرر، يعني انا بحياتي كلها ما مغيره لهجتي، مع العلم ما عايشه بالعراق طول عمري، ما مغيره لهجتي ولا قايله